وأن يتقبل منا دعاءنا إنه ولي ذلك والقادر عليه. مما أذكر به نفسي وأحبابي ونحن في هذا الشهر الفضيل، شهر رمضان المبارك الذي يعتق الله سبحانه وتعالى فيه رقاب عباده من النار، كما قال صلى الله عليه وسلم لما كان يرتقي المنبر والصحابة رضي الله عنهم يسمعون تأمينه ولا يسمعون داعيا، فقال جبريل أتاني مما قال له رغم أنف من أدرك رمضان ثم انسلخ ولم يغفر له. يعني أن هذا الشهر المبارك يكفيك منه أن تبقى حيا ويدركك الشهر. لم يقل صلى الله عليه وسلم رغم دعاء جبريل لم يكن فيه عليه السلام، لم يكن فيه رغم أنف من أدرك رمضان وصام وقام، هذا أمر مطلوب، ولكن أذكر نفسي وأحبابي بسعة رحمة الله. وكثير منا قد تشتت ظنه أو تشتت حسن ظنه بالله أو حسن ظنه في رحمة الله، كما قال صلى الله عليه وسلم في الحديث القدسي، يقول ربنا أنا عند ظن عبدي بي فليظن بي عبدي ما شاء. فما ظنك بالله؟ والله العظيم ظني بالله ألا يعذب موحدا مسلما. كن على يقين، ليس تأليا على الله ولكن حبا في الله عز وجل. بالله عليك فرعون وهو من هو؟ قال في سيد ربي إن فرعون علا في الأرض وجعل أهلها شيعا يستضعف طائفة منهم يذبح أبناءهم ويستحيي نساءهم. ادعى الربوبية، نافس الله في ربوبيته وألوهيته. مع ذلك وأنت تمر وتقرأ كتاب الله عز وجل أرسل إليه من؟ أرسل إليه إماما أو خطيبا أو داعية، أرسل إليه رسولين كريمين، أرسل إليه واحدا من أحب خلق الله إلى الله. لقل في سيد ربي وألقيت عليك. ما أحلى هذه الكلمة. نسأل الله سبحانه أن يلقي علينا محبة منه. وألقيت عليك محبة مني. أرسل لمن؟ لفرعون مع جرمه، ومع ذلك شوف الرحمة الله سبحانه وتعالى، ما تضيقش بك الرحمة الله سبحانه وتعالى التي وسعت كل شيء. فاتياه، يخاطب من؟ يخاطب موسى عليه السلام وهارون. فأتياه فقولا له قولا لينا. هذا فرعون. شوف الكلمة اللي موراها لعله. شكون اللي كيتكلم؟ سيدي ربي. فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. أن سيدي ربي ما بغاش العذاب لفرعون، ما بغالوش المصائب. كان موسى عليه السلام كيقول له أسلم ولك ملك مصر في الدنيا والجنة في الآخرة. سيد ربك يقول ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم. يعني مما ينبغي أن يستقر في قلب العبد حسن ظنه بالله. كثير من الأحاديث نسمعها من رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكرنا برحمة الله. هو صلى الله عليه وسلم لا يفتح الباب للمعصية، ولكننا بشر نصيب ونخطئ. الخطأ في أصل خلقتنا. كتقرأ كتاب الله عز وجل كلما مرت عينك على كلمة الإنسان مجردة عن الإيمان، مجردة عن الوحي، كتلقى موراها معنى سلبي. إن الإنسان خلق هلوعا وكان الإنسان أكثر شيء جدلا وما منع الناس أن يؤمنوا. الإنسان كله دون وحي ضعيف جدا. كان صلى الله عليه وسلم في غير ما مره ينبئ أصحابه وأمته إلى رحمة الله عز وجل. يقول عليه الصلاة والسلام لقد كان في من كان قبلكم رجل، يصح البخاري، ما ترك شاردة ولا واردة إلا فعلها فلما حضرته الوفاة. لذلك العبد دائما خاص يكون في القلب دياله أن الله عز وجل سيرحمه. بالله عليك واش امك تقدر ترميك في العافية؟ كان أحد الصالحين يقول والله
لو خيرت يوم القيامة في أن يحاسبني ربي أو أن يحاسبني والدي لاخترت أن يحاسبني ربي، لأنه أرحم بي من أمي وأبي. فلما حضرته الوفاة جمع بنيه وقال: أي بني، إذا أنا مت فحرقوني. هذا كلام النبي صلى الله عليه وسلم كيوصف الحال ديال هذا الرجل، ما عنده حتى حسنة. إذا أنا مت فحرقوني ثم ذروا نصفه في البر والآخر في البحر. الرماد اللي بقى طحنو ورميو نصه في البر ونصه في البحر، فلئن قدر علي ربي، ليس استهانة بالله ولكنه خوف من الله. ثم قال صلى الله عليه وسلم: فأقامه الله بين يديه وقال: أي عبدي، ما حملك على هذا؟ قال: خشيتك يا رب. الرجل في القلب ديال الخشية من الله والخوف من الله. لذلك ينبغي أن نستحضر ونحن في هذه العشر الأواخر رحمة الله عز وجل. كان من دعاء أحد الصالحين أنه كان يقول: اللهم إنك تقول: فمن تاب من بعد ظلمه وأصلح فإن الله يتوب عليه. فمن تاب من بعد ظلمه وأصلح فإن الله يتوب عليه، وقد تبت إليك فارحمني، فإن لم أكن أهلا لذلك فإنك تقول: وكان بالمؤمنين رحيما، ونحن مؤمنون، فارحمنا. فإن لم نكن أهلا لذلك فإنك تقول: ورحمتي وسعت كل شيء ونحن شيء. بالله عليكم كلكم تحفظون قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله خلق الرحمة 100 جزء. واش كتستوعب؟ 100 جزء، فأنزل جزءا واحدا. هذا الرحمة اللي كنعيشوها. الوحوش تتراحم فيما بينها بجزء واحد، وأمسك 99 جزءا فوقه يوم القيامة. فأحسن الظن بالله. يوم القيامة يشفع الناس، ثم يشفع الصالحون، ثم يشفع الشهداء، ثم يشفع الصديقون، ثم يشفع النبيون، ثم يشفع سيدهم، ثم يشفع من؟ شكون كيبقى في آخر من يشفع؟ الله. فيشفع ربنا حتى يمد لها إبليس عنقه. أمسك 99 جزءا إمتى؟ يوم القيامة. فأحسن الظن بالله. وهذا الرحمة ينبغي أن تحرك فيك الرحمة بالخلق. قال النبي صلى الله عليه وسلم: الراحمون. شو على كلام دير قدامك هذا الكلام، الراحمون اش غيدير لهم سيدي ربي؟ يرحمهم الرحمن. ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. قديتي ترحم، ارحم. عندك مشكل مع أخوك، احنا مسلمين ما فيناش ظالم ومظلوم، خلي المظلمة عند الله، صل رحمك. ولا قديتي تعفي، اعفي. إلا كنت مظلوم، واش غتوصل لأبي بكر الصديق لما تكلم من تكلم في عرض ابنته الصديقة بنت الصديق؟ واش توصل لهذه المصايب؟ من هي؟ زوج رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكان أبو بكر الصديق يعين أحد أقاربه، يعينه، كيصرف عليه. تكلم في العرض ديال بنته، منع عليه المصروف اللي كان كيعطيه. فنزل قول الله تعالى: وليعفوا وليصفحوا، وليعفوا وليصفحوا. ألا تحبون أن يغفر الله لكم؟ فرجع إلى ما كان عليه من الخير. قديتي تصلح ذات البين بينك وبين خوك، بينك وبين جارك، الله يجازيك بخير. تذكر قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: ارحموا، احنا مسلمون. اديتي لخوك شي حاجة المسلم عطيه ديالو رحمة بنفسك. إلا ما قديتيش ترحم خوك، ارحم نفسك. الظلم ظلمات يوم القيامة، فارحم نفسك. كلنا نهتم بالعبادات، بالصيام والقيام، أي نعم، ولكن هذا الشهر الثالث الشهر، وهذا الشهر فرصة ليتوب الواحد منا ويرجع إلى ربه. وأول شيء ينبغي أن يبحث فيه في ملفات حياته المظالم.
عندك شي مظلمة عند شي واحد مشي يعطيه ديالو الله رد ديالو، هضرتي فيه بباطل بسوء مشي تحللها منه. أعراض الناس وأموالهم ودماؤهم حفر من حفر النار. كثير من الناس كيسولوا على الربا وينسون أن عرض المؤمن أربى الربا، كما قال عليه الصلاة والسلام عرض المؤمن أربى الربا. كتخاف من الربا خاف من عرض المؤمن، فهو أخطر من ذلك بكثير. لذلك نسأل الله عز وجل أن يزرع الرحمة في قلوبنا، فالراحمون يرحمهم الرحمن. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مباركا مرحوما، واجعل اللهم تفرقنا منه تفرقا سالما موفقا من الشر معصوما، ولا تجعل اللهم فينا ولا منا ولا معنا شقيا ولا محروما. اللهم بارك في من أقام هذا المكان ليعبد الله فيه من قائمين عليه ومن رجال السلطة ومن أمن وغيرهم، فنسأل الله عز وجل أن يبارك فيهم وأن يحفظهم وأن يعينهم فيما هم عليه. ونسأل الله عز وجل أن يحفظ بلدنا من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم احفظ أمير المؤمنين بما حفظت به الذكر الحكيم. اللهم بارك في عمره، اللهم بارك في صحته، اللهم احفظه في ولي عهده وأخيه وسائر أسرته. اللهم اجعله لنا معينا على الخير والصلاح والإصلاح يا رب العالمين يا أرحم الراحمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.